انقضاء الدعوى الجنائية، يعني إيه انقضاء الدعوى الجنائية وإيه الغرض منه، وإيه هي حالات الانقضاء وإيه شروط كل حالة؟ السلام عليكم ورحمة الله، أنا علي بدر المحامي وده برنامج المستشار. لو أنت أول مرة بتشوف البرنامج فالبرنامج عبارة عن معلومة قانونية جديدة بتهم عدد كبير جدا من الناس في المجتمع المصري مع كل حلقة جديدة. انقضاء الدعوى الجنائية ليس حكما بالبراءة ولا حكما بالإدانة، إنما هو غلق ملف الدعوى الجنائية وعدم التعرض لموضوعه. وفي الحقيقة إن المشرع أو القانون شايف إن في حالات انقضاء الدعوى الجنائية بيكون في مصلحة عليا، هي مصلحة المجتمع، بتتحقق في غلق ملف الدعوى وعدم التعرض لموضوع. إذا حكم الانقضاء هنا ليس حكما بالبراءة، ما بيبرأش المتهم وكذلك مش بيدينه. طيب إيه هي حالات الانقضاء؟ الانقضاء له حالات ثلاثة. بتنقضي الدعوى الجنائية أولا بوفاة المتهم، وثانيا ممكن تنقضي برضو بمضي المدة، وتالت حاجة تنقضي بالصلح. أول حالة من حالات الانقضاء هو الانقضاء بوفاة المتهم. لو في دعوة جنائية منظورة وتوفى المتهم أثناء نظر الدعوة، هنا المحكمة بتحكم بانقضاء الدعوة الجنائية بوفاة المتهم. لكن حكم الانقضاء هنا لا يؤثر على مصادرة الأشياء التي استخدمت في الجريمة، سواء إذا كانت ملك المتهم بيتم مصادرتها، أو ممكن تكون لا يملكها المتهم، يملكها شخص آخر. وده في حالة إن الأشياء المستخدمة أو الآلات المستخدمة في الجريمة من الأشياء اللي بيمنع القانون استيرادها أو حيازتها أو تجارتها أو عرضها للبيع حتى، فهنا المصادرة بتكون مصادرة وجوبية. تاني حالة من حالات الانقضاء هي انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وبتنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنايات ب10 سنين، وفي مواد الجنح ب3 سنين، ومواد المخالفات بسنة واحدة. بتختلف هنا طبعا المدة على حسب نوع الجريمة، هي بتصنف جناية ولا جريمة ولا بتصنف مخالفة. وطبعا هنا في فرق، عايز اقول ان في فرق ما بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة بمضي المدة. انا كنت عملت فيديو قبل كده عن الفرق ما بينهم وشروط كل حالة على حدة، وازاي تعرف ان انت حالتك فيها انقضاء للدعوة الجنائية او انقضاء او سقوط للعقوبة. هسيب لك الفيديو فوق لو حبيت ان انت تراجعه. في حاجة مهمة أوي عايزين نقولها، إن في الانقضاء بمضي المدة مش كل الجرائم بتنقضي بمضي المدة. في جرائم لا تنقضي بمضي المدة مهما عدى عليها وقت فما بتنقضيش. زي إيه مثلا؟ زي في جرائم بتقع من الموظف العام. الموظف العام هنا هو الموظف صاحب سلطة. هندي مثال عليه مثلا زي ضابط الشرطة أو فرد من أفراد القوات المسلحة. طيب هنا الجرائم دي زي استخدام عمال بالسخرة، دي جريمة لا تسقط بالتقادم. زي تعذيب المتهم سواء بنفسه أو بأمر منه، أو مثلا القبض بدون وجه حق والتعذيب والتهديد بالقتل. والجريمة دي سواء حصلت من موظف عام، شخص ذو سلطة، أو شخص انتحل إن هو موظف عام، برضو كذلك لا تسقط بالتقادم. تسقط بالتقادم، يعني تقادم الدعوة الجنائية. بتسقط امتى بانقضاء الدعوة الجنائية؟ في حالة زوال صفة الموظف العام، يعني خروج ضابط المعاش مثلا على خروج ضابط الشرطة على المعاش، او عزله من الخدمة. هنا بتبتدي تنقضي الدعوة الجنائية، وده لان هنا الشخص ده صاحب سلطة، فالمجني عليه هيكون طرف ضعيف ما يقدرش يطالب بحقه قدامه لأنه صاحب سلطة. فهنا المشرع قدر ده ومنع انقضاء الدعوة الجنائية بمضي المدة. أو إذا بدأ فعلا التحقيق فيها ضده، فهنا بتنقضي من آخر إجراء صحيح، أو بتبدأ مدة التقادم أو الانقضاء من آخر إجراء صحيح. طيب كمان جرائم المفرقعات، سواء استخدامها أو حيازتها أو صنعها، برضو لا تنقضي بمضي المدة، لا تنقضي الدعوة الجنائية بمضي المدة. وفي حالات كمان دي مهمة جدا وبتحصل كل يوم تقريبا في المجتمع عفوا، وهي حالات انتهاك حرمة الحياة الخاصة، زي مثلا تصوير شخص بدون رضاه في مكان خاص أو بدون موافقته. كمان تسجيل المحادثات أو تسجيل المكالمات، برضو دي اعتداء على حرمة الحياة الخاصة، لا تسقط بالتقادم أو لا تنقضي الدعوة الجنائية عنها بمضي المدة أبدا. كمان نشر الصور دي أو التسجيلات أو المحادثات برضو لا تنقضي بمضي المدة، أو التهديد بنشرها أو الابتزاز بالصور أو بالمحادثات، برضو دي جريمة لا تسقط بمضي المدة.
بتبتدي إمتى مدة تقادم الدعوى الجنائية؟ بتبتدي من يوم حدوث الجريمة، وبتنقطع لعدة أسباب، منها إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو الاستدلال إذا تمت في مواجهة المتهم. طيب بالبلدي كده بتبتدي إمتى؟ بتبتدي من يوم وقوع الجريمة. لو حصل إن اتعمل محضر فهنا ده إجراء قاطع للتقادم، لو حصل تحقيق في النيابة هنا إجراء قاطع للتقادم، لو حصل إن في حكم فده إجراء قاطع للتقادم. كل إجراء قاطع للتقادم إذا تعددت الإجراءات دي بتبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم من ال ال من آخر إجراء صحيح. طب هنسهل برضو الكلام شوية، أو هنشوف الأمثلة الدارجة كتير في المحاكم بالنسبة لانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بمضي المدة. بتكون مثلا لو في حكم غيابي، بمجرد صدور الحكم الغيابي بتبتدي مدة انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة من يوم التالي لصدور الحكم. لو في جنحة بتكون 3 سنين. لو في جناية هنا ما بتخضعش لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، بتخضع لسقوط العقوبة لو في حكم غيابي في جناية. احنا بنتكلم هنا عن الجنح. طيب الجنح بتبتدي من اليوم التالي للحكم الغيابي، او عموما اذا كان هو حكم غير نهائي فهنا بتبتدي برضو المدة من اليوم التالي للحكم، سواء هو حكم غيابي او حكم حضوري قابل للاستئناف وما تمش اعلان المتهم بيه، او حكم استئنافي غيابي وما تمش برضو اعلان المتهم من قبل النيابة بيه، فهنا بيخضع لانقضاء الدعوى الجنائية. إذا هنا من يوم وقوع الجريمة بتبدأ مدة التقادم، حصل تحقيق بتنقطع مدة التقادم وتبدأ من آخر إجراء صحيح. حصل حكم، طالما الحكم ده مش حكم نهائي وما تمش إعلان المتهم فيه فبتخضع هنا لانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. أما لو حكم نهائي فقلنا هيكون بيخضع لمدة سقوط العقوبة. طيب هنفترض هنا ان في اكتر من متهم في قضية واحدة، يعني لو مثلا في جنحة سرقة وفيها 3 متهمين، 3 متهمين خدوا حكم غيابي في يوم الجلسة، خدوا حكم غيابي هم ال3، وبدأت مدة تقادم الدعوى الجنائية بالنسبة لهم من اليوم التالي للحكم. طيب عدى 2.5 سنين لسه ما كملش ال3 سنين لمدة تقادم الدعوى الجنائية في الجنح، واتمسك منهم متهم. لما يتمسك منهم متهم، وهنا هنا بيتمسك طبعا بيجبر ان هو يعارض في الحكم، فهنا بالنسبة له مدة التقادم اتقطعت ما كملتش ال3 سنين. انقطاع المدة بالنسبة للمتهم ده بتؤدي لانقطاع مدة تقادم الدعوى الجنائية بالنسبة للاثنين المتهمين التانيين، وبتبتدي المدة من اليوم التالي. إذا هنا انقطاع المدة بالنسبة لأحد المتهمين يؤدي لانقطاع المدة بالنسبة لباقي المتهمين في نفس الدعوة. ثالث حالة من حالات انقضاء الدعوة الجنائية، انقضاء الدعوة الجنائية بالصلح. لو في مجني عليه وفي متهم، هنا المجني عليه من حقه ان هو يتصالح مع المتهم في اي حالة كانت عليها الدعوة، وتنقضي الدعوة الجنائية بالصلح. الكلام ده سواء اذا كان لسه احنا في مرحلة التحقيق في النيابة، او في مرحلة المحاكمة، سواء حكم غيابي او في معارضة او لسه في اول جلسة، او في معارضة، او في امام محكمة الاستئناف. ممكن الصلح في اي حالة كانت عليها الدعوة، لو كان الحكم حتى نهائي، حتى لو كان الحكم بات يعني كمان مش نهائي من محكمة الاستئناف، لا ده كمان راح محكمة النقض ورجع، ومحكمة النقض أيدت، ده بيسمى حكم بات. لا مش كده وبس، ده كمان لو حتى أثناء تنفيذ العقوبة ممكن المجني عليه هنا إن هو يتصالح مع المتهم حتى أثناء تنفيذ العقوبة. طبعا لو حصل تصالح هنا بيوقف تنفيذ العقوبة فورا. طيب هل كل الجرائم ممكن التصالح فيها ولا لا؟ طبعا لا، مش كل الجرائم يمكن التصالح فيها. يمكن التصالح في جرائم مثلا زي جرائم الإصابة الخطأ، وجرائم الضرب والنصب والتبديد وخيانة الأمانة. في جرائم لا يمكن التصالح فيها، لأن هنا القانون أو المشرع بيشوف إن تطبيق العقوبة على المتهم بيحقق مصلحة المجتمع، هي مش مصلحة المجني عليه بس، مش المجني عليه بس اللي اتضر، لا ده المجتمع كمان اللي اتضر. منها مثلا جرائم السرقة. لو في شخص سرقك مثلا وانت عملت له محضر، فخلي بالك ان انت ما ينفعش ان انت تتصالح، حتى لو رحت اتصالحت قدام المحكمة ما بتنقضيش الدعوة، لازم برضو بيتحاكم وياخد عقابه.
لان هنا جريمة السرقة ما فيهاش تصالح، وبيكون هنا الضرر واقع مش عليكوا بس، واقع كمان على المجتمع، ومصلحة المجتمع هنا تأذت من جريمة السرقة. فهنا مش انت بس اللي اتضريت، لا ده هو المجتمع كمان نفسه اتضر، وفي مصلحة هنا في تطبيق العقوبة للمجتمع نفسه. ده كل حاجة كده عن انقضاء الدعوى الجنائية في حالاتها الثلاثة، بوفاة المتهم وبالانقضاء بمضي المدة، انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. برضه عشان الناس اللي بتخلط ما بين انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وسقوط العقوبة، أنا كنت عملت فيديو وقلت الكلام ده في أول الفيديو وسبت لك اللينك لو حابب تراجع انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو سقوط العقوبة بمضي المدة وإيه الفرق ما بينهم. لأن الموضوع ده مهم جدًا وبيحصل فيه خلط سواء ما بين السادة المحامين أو حتى السادة القضاة، بيحصل فيه خلط في المحاكم كبير جدًا. فلازم تبقى عارف لو ليك أنت قضية هي بتسقط بالتقادم والّا تسقط بسقوط العقوبة، عشان ما تلاقيش نفسك فاهم غلط ومتورط قدام المحكمة وتضطر إن أنت تنفذ العقوبة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. وهتلاقي فيديوهات قانونية كتيرة على القناة هتفيدك. اعمل سبسكرايب للقناة وخش قلب فيها، هتلاقي فيديوهات قانونية هتفيدك كتير. وكمان الجرس عشان ان شاء الله اللي جاي مهم وكتير وهيفيدك.